قررنا أنا وعائلتي نديروا واحد الرحلة ممتعة ومليانة مغامرات. وكانت الوجهة ديالنا هذه المرة هي المدن الزوينة ديال الشمال، وتحديداً أصيلة ومن بعد منها طنجة. من قبل ما نبدأ نحكي لكم تفاصيل الرحلة، بغيت نشارك معاكم شحال كنت متحمسة، حيث الشمال ديال المغرب معروف بجماله وبالطبيعة الخلابة دياله وبالناس الطيبين اللي كيستقبلوك بالضحكة والترحاب. وهاد شي اللي زاد الحماس ديالي باش نعيش تجربة جديدة مع العائلة ديالي ونكتشفوا بلايص ما شفناهمش من قبل. من بعد ما كملنا الجولة ديالنا فمدينة أصيلة شدينا الطريق فالاتجاه ديال مدينة طنجة. الطريق كانت مزيانة وكنشوفوا من الشراجم المناظر الطبيعية الخضراء والبحر كيبان بعيد. وصلنا لمدينة طنجة وبالضبط لمنطقة سميت حدا البحرين اللي كيتلاقاو فيها المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وخدينا تصاور زوينين بزاف وأنا وعائلتي. كملنا الرحلة ديالنا ودخلنا للمنارة اللي هي واحد المكان تاريخي وزوين بزاف. تفرجنا فيها من الداخل وطلعنا حتى للسطح ديالها، من تم بان لينا البحر والمدينة كاملة. منظر خلاب ومثير، حسينا بحال إلا إحنا فوق العالم كامل. صورنا اللحظة ووقفنا نرتاح شوياً باش نتأملوا المنظر اللي كيخطف الأنفاس. من بعد دخلنا المتحف اللي تابع للمنارة وشفنا فيه بزاف ديال الحوايق القديمة بحال أدوات بحرية وصور تاريخية، وتعلمنا شحال من حاجة على المدينة وعلى التاريخ البحري ديالها.
سالينا الجولة في هذه الأماكن دخلنا لوسط مدينة طنجة، وكانت زحمة شوية ولكن زوينة. شفنا المحلات والمطاعم والناس كي يتحركوا. مشينا واحد المطعم وأخذنا الغداء، كان لذيذ بزاف، والأكل كان تقليدي مغربي. من بعد ما شبعنا جاء وقت صلاة العصر. مشينا نقلب على جامع، ولكن للأسف لقيناه مسدود، وهذا شيء خلانا نمشيو للمحطة ديال القطار السريع تيجيفي، حيث فيها مسجد مخصص للمسافرين، وفعلاً صلينا فيه بارتياح. من بعد الصلاة خرجنا نكملوا الجولة ديالنا فمدينة طنجة. تمشينا وسط الأسواق، خدينا شوية ديال الحلويات وشرينا تذكارات صغيرة باش نفتكروا هذا النهار الزوين. الوقت داز بسرعة حتى لقينا راسنا قرب وقت المغرب، وقررنا نكملوا الرحلة ديالنا وركبنا السيارة ورجعنا لمدينة الدار البيضاء. كنا شوية عيانين ولكن فرحانين بزاف.